السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهاردة منتج جديد، منتج عملي جدا، وكل سنة وانتم طيبين داخلين على رمضان. ومحدش يقدر يستغنى في رمضان عن إذاعة القرآن الكريم. والراديو عموما بقى حاجة أساسية جدا في البيت. أنا جايب لكم النهاردة تشكيلة نقدر نتفرج عليها النهاردة. ايه راديو الجوك الشهير اللي بيبقى فيه مدخل كارت ميموري ومدخل فلاش ميموري، وكمان بيبقى فيه بلوتوث ويقدر يولف لوحده، وهنتفرج عليه في فيديو تاني. والنهارده بقى جايب لكم الراديو الشهير الجولدن، التصميم اللي هو المبدئي القديم جدا. هنتفرج عليه ونشوفه مع بعض. طبعا ده بتبقى حاجة أساسية، ناس كتير قوي بتحب تحطها في المطبخ، يفضل شغال على إذاعة القرآن الكريم. ناس كتير قوي بتتبارك بيه، يبقى حاجة كده شغالة باستمرار. وبرضه في نفس الوقت مش دايما بتقعد على التلفزيون تسمع أو تشوف الأخبار، لا دي حاجة كده سهلة تقدر تشغلها جنبك، تقدر تسمع فيها الأخبار بكل سهولة. مسافر سفرية مثلا أو عندك شغل بيبقى في وقت متأخر فعايز حاجة جنبك تسليك، فيبقى مميز جدا وعملي إن أنت تجيب حاجة زي كده راديو. طبعا الشكل بتاعه هو الشكل التقليدي القديم جدا، بيبقى بالمنظر ده كده بس حجمه صغير. والميزة فيه كمان ان هو فيه 4 قنوات او 4 ترددات، وكل تردد طبعا فيه القنوات بتاعته زي ما انتم شايفين: الاف ام، الاس دبليو 1، الاس دبليو 2، والاي ام. وبقدر اختار التردد من المكان دوت. وهنا ده مدخل الكابل بتاعه، والكابل بتاعه بيبقى موجود في المكان ده كده، الكابل التقليدي القديم. ممكن كمان تشغله ببطارية المقاس الكبير اللي اسمها التورش، اللي مشهورة قوي باسم بطارية السخان. هو بيشتغل بحجرين، وطبعا هو مش بيستهلك للطاقة جامد قوي. يعني انت ممكن تجيب البطارية دي تقعد معاك فترة طويلة قوي لو انت محتاج تخرج بالراديو لأماكن بره او مبقاش فيها مصدر كهرباء. اول حاجة احنا بنوصله في الكهرباء بالطريقة دي كده، بالكابل بتاعه نوصله بأي مصدر كهرباء، وبنفتح المفتاح بتاعه. المفتاح بتاعه بيبقى في المكان ده كده كده، هو مقفول كده. انا فتحته، يعني التردد بتاعه او المستقبل بتاعه هو قوي من غير حتى ما نفتح الاريال كده. احنا شغلناه، وبالبكرة دي بقدر ايه اختار التردد اللي انا محتاجه. طبعا دقة الصوت بتتوقف على المكان اللي انت موجود فيه. لو المكان الشبكة فيه صعبة قوي هتلاقي التردد صعب شوية. طبعا صوته عالي قوي، لو انا قدرت اعلي كده واقدر اوطي كده. انا مش هقدر اشغل مقاطع كتير عشان خاطر برضو حقوق اليوتيوب والنشر، فانا مش هقدر اشغل مقاطع كتيرة قوي عشان الفيديو ما يتحذفش. ده شكل الراديو الجولدن. طبعا التردد بتاعه كويس جدا وبيقدر يستقبل قنوات كتيرة قوي زي ما انتوا شايفين. والمميز فيه او نادر قوي ان انا الاقي ميزة زي دي، ان هو بيبقى فيه 4 قنوات زي ما احنا قلنا: الاف ام والاس دبليو اي والاس دبليو 2 والاي ام. بقدر اغير بين كل قناة سوري تردد والتاني عن طريق المفتاح ده كده، وانزل تحت اختار التردد اللي انا عايزه. وده المفتاح اللي اقدر افتح واقفل بيه، وده اللي بغير بيه التردد من هنا.
ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتب لنا في الكومنتات محتاج تشوف ايه تاني. والمرة الجاية هنزل لكم حلقة عن الراديو الجوك ده ونشوف كل الاوبشنز اللي فيه. شكرا والسلام عليكم.